سنة ملح، ونقلب كل ده ببعضه، ونكسي الاجنحة بالكفر بتاعها زي ما انتوا شايفين. لازم تشرخ معايا وتبقى كريسبي بالشكل ده كده. انا تمام. يلا بينا بقى نروح نقلي الاجنحه بتاعتنا ونعمل كمان البشاميل. وفي طاسه فيها الزيت سخن جدا تبتدي تقلي الجناحات بتاعتك، وخلي بالك مش بتاخد وقت، لحمها رقيق. خدي التكه دي يا اختي، معلقه سمنه، معلقه زبده، سيحيها كويس يا اختي. بعد كده حطي عليها 3 معالق دقيق كبيره وقلبيهم كويس لغايه لما السمنه والزبده تشرب الدقيق ويتحمص معاكي. ابتدي حطي كيلو من الحليب وتقليبه حلوه يا اختي عشان ما تكلكعش معاكي، مع معلقه من الكريمه، ولو موجود قشطه تبقى قشطه، ملح وفلفل فقط يا اختي. لو عايزه تحطي بهارات مفيش مشاكل، شويه جبن مشكله قلبي عشان ما يكلكعش معاكي. ودي الاجنحه بتاعتنا بعد ما قليناها بالشكل الجميل ده، ممكن تتاكل من غير بشاميل اصلا. اسمع اسمع اسمع، حبة بشاميل في الأرضية اديها فريد يا أختي. حطي المكرونة بتاعتك اديها بشاميل تاني وقلبي المكرونة